السماق زي ما انتم شايفين اهي، دي بتيجي من عند اي عطار. في منها بقى يا جماعه ناس بيعملوا حاجه تانية كده، بيجيبوا الورق ويطحنوه ويطلعوا منه البودره، بتتباع عند بتاع الاعشاب في شكلين، شكل بذور وشكل ورق، اللي انت عايزاه هاتيه. بس لو كان ورق حطي 3-4 ورقات. هنزل عليها بالميه السخنه زي ما انتم شايفين. اغطي على القناه وتعملوا لايك وشير للفيديو ده كتير عشان يوصل لكل الناس. اللي معانا النهارده هي عشبه السماق او بذور السماق. دي بذور خارقه وقاتله للسكر، بتنظم مستوياته وبتعالج ضغط الدم لانها مضره للبول، بس في حاجه منها تحذير كده اقول لك عليه، وبتعالج حاجات كتير قوي. الناس اللي مستعجلين هقول لك ازاي تعمليها وازاي تاخديها، هتبقى في اخر الفيديو. ازاي تعمليها؟ هتجيبي كوبايه زي ما انت شايفه، كوب اهو، وتجيبي ميه مغليه. بس قبل ما الميه المغليه هاخد معلقه من بذور السماق زي ما انتم شايفين اهي، دي بتيجي من عند اي عطار. في منها بقى يا جماعه ناس بيعملوا حاجه تانية كده، بيجيبوا الورق ويطحنوه ويطلعوا منه البودره، بتتباع عند بتاع الاعشاب في شكلين، شكل بذور وشكل ورق، اللي انت عايزاه هاتيه. بس لو كان ورق حطي 3-4 ورقات. هنزل عليها بالميه السخنه زي ما انتم شايفين. اغطي عليها لمده 10 دقايق. اغطي عليها زي ما انتم شايفين كده اهو 10 دقايق عشان كل المكونات تخش في بعضها. وهقولك دلوقتي بعد ما اقولك اهميتها هقولك ازاي تاخديها. طيب بذور السماق دي مفيده لمريض السكر والضغط والدهون بطريقه رهيبه جدا. اهم فوائدها ان هي بتنظم السكر في الدم وبتعالج السكر التراكمي. ومش بس كده، لا ده بتجدد وبتنشط خلايا البنكرياس ان هي تفرز اللي فيها، وبتعالج اخطر مضاعفات مريض السكري اللي هي التهابات بقى في الاعصاب، التهابات اللي هي بتلم مع الوقت وكده. فبتعالج مشكله القدم السكري، بتعالج التنميل. لقوا ان هي مفيده جدا لصحه العظام والاعصاب. الاعصاب بتشدها لانها فيها فيتامينات. السماق فيها بقى حاجه مهمه جدا جدا اللي هي فيتامين سي، اللي هو رافع مناعه قوي جدا. فيتامين سي اللي موجود فيها بيرفع المناعه، مضاد للالتهابات، فيها مضادات اكسده قويه جدا، فيها معادن وفيتامينات مهمه لصحه جسمك. كمان ليها زي ما احنا قلنا في بدايه الفيديو، شركات الادويه بدات تاخدها وتشوف خصائصها. بداوا ياخدوا البذور برضو ويطحنوها ويطلعوا منها مواد مهمه جدا. المواد دي بتعمل ايه بقى؟ المواد اللي فيها بتعالج نزيف الدم. حضرتك بتنزفي بتروحي بسرعه تاخدي حقنه او تحطي مرهم او دهان عشان يوقف النزيف. لقوا ان البذور بتاعتها فيها ماده مضاده للنزيف. في حاجه كمان لقوها ان هي بتعالج مشاكل اللثه والاسنان. لقوا مهم جدا اللي هي بتقلل ضغط الدم. بتقلل ضغط الدم، الفكره ان هي بتاخد السوائل المحتبسه في جسمك وتنزلها في البول. بس لقوا فيها مشكله صغيره، ان لو مريض بيعاني من مشاكل في الكلى ما ياخدش منها. طب ليه؟ او ما ياخدهاش كتير ليه؟ لانها وهي بتنزل الميه في البول بتعمل على ترسيب الحصوات. فانت لو كان عندك حصوات او مشاكل انزيمات الكلى عاليه، لا ما تاخدهاش عشان في حتتين المشاكل دول. لقوا ان هم في ناس اصلا بيستخدموها لعلاج الكوليسترول والدهون الثلاثيه، بتقلل الدهون الضاره وبتزود الدهون النافعه في الجسم. ليه بقى؟ لان ليها خصائص ان هي بتطرد الدهون وبتنظمها، وكمان ان هي بتزود عمليه التمثيل الغذائي. فاي دهون متراكمه في جسمك بتحرقها بسرعه جدا. تمام؟ دي بتشغل لك جسمك كمكنه حرق دهون. فهي خصائصها كتير جدا جدا. يعني اسمها السماق او السماق بالقاف او بالهمزه. لو حد ليه يعرف اساميها في دول تانية يا ريت يقول لنا. طيب مهمه في حاجات تانية طبعا احنا قلنا كوليسترول، سكر تراكمي، ضغط وغيره. بتعالج شيب الشعر، في ناس بيصبغوا بها شعره بتعالجه، لان هي دي بقى الماده اللي بتطلع منها، هي دي اللي بيستخدموها في الكريمات. تمام؟ بتعالج ايه تاني؟ بتعالج مشاكل القلب والشرايين، زي ما احنا قلنا بتغسل الشرايين من الدهون الثلاثيه. فبالتالي حضرتك مهمتها ان هي بتنظف الشرايين. مهمه جدا جدا
تقليل مشاكل السكتات والجلطات وغيره، لان احنا قلنا ايه بتعمل على توقيف النزيف كمان، يعني مهمة جدا جدا لصحة حياتنا، مهمة جدا للجهاز الهضمي. ودي مشاكل كتير حد كتب لنا في التعليقات ان هي مريضة السكر وعندها اسهال مرة، امساك مرة، باضطرابات في الجهاز الهضمي عموما، قولون بقى يجي لها وهي ما كانش عندها اصلا قولون. فالسماء مفيدة وملينة، بتدي اصلا طبقة كده بتحيط بالامعاء، بتغطي وتغلف معدتك، فبالتالي مش هتشتكي من اي مشاكل عموما. طيب السماء ديت السماء دي ايه فكرتها؟ السماء دي فكرتها ان هي بتعالج ضغط الدم المرتفع، ودي حاجه خطيره قوي قوي لمريض السكري، لان شرايينه بتبقى مقفوله، فاي ارتفاع في الضغط ممكن يعمل نزيف في اي منطقه في جسمه. لا، فانت تخلي بالك، وهقول لك دلوقتي ازاي تستخدميها. بعد ما عدى 10 دقايق كده، دلوقتي بقى بعد ما فات 10 دقايق هتشيليها، تبدأي بقى تصفي ديت، تجيبي حاجة تصفي فيها في كوباية تانية عادي، عشان تتأكدي ان كل البذور اتشالت. هي لونها احمر البذور ده يا جماعة، عشان اللي ايه اللي مش شايف. الكوب طلع معاكي اهو. تقدري بقى لو عايزة تضيفي عليه معلقة عسل ابيض مفيش منه مشكلة. تقدري برضو تحليه، بس تحلية بسيطة خالص، يعني ما تزوديش، عشان السكر هنا ممنوع اصلا. طيب اخده امتى؟ اخده المشروب ده بيتاخد مرة واحدة في اليوم فقط، بيتاخد بعد الفطار، بعد الفطار على طول. تمام. هيقلل لك بقى امتصاص السكريات اللي انت كلتيها، مش هيخلي السكر يزيد مره واحده في الدم، فبالتالي ما يدخلش في غو سكر عالي. غير بقى ان هو بيشتغل على المدى البعيد اللي احنا قلنا عليه، بيقلل السكر التراكمي، بيقلل مشاكل اللي موجوده في الشرايين من دهون ثلاثيه، بينظف الجسم من السموم، فبالتالي مهم جدا لصحه الجسم. يبقى حياتك ان شاء الله هتتغير، جسمك من المشاكل اللي موجوده فيه والسموم وحاجات من دي هتتعالج ان شاء الله. دي كانت حلقه بسيطه خالص. بص، هي البذوره هي اللي معانا اهي، دي بتترمي خالص ما بنستعملهاش. هو بس المشروب اللي معايا ده بيتاخد مره واحده بيتاخد مره واحده بعد الفطار، زي ما انا قلت تقريبا كده. انا قلت كلام غير كده؟ لا، هو بعد الفطار ان شاء الله مره واحده وحياتك هتتغير. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير كتير، وتتابعوا القناه على اليوتيوب، عشان بنقدم كل جديد. بالنسبه للناس اللي عندهم اي مشاكل من اي وصفات تانية، خشي جربي كذا وصفه اللي تجيب معاكي نتيجه كملي عليها. دي تمشي على 4 أسابيع وتتوقفي اسبوعين وتكملي. دي تمشي على 4 أسابيع وتتوقفي اسبوعين وتكملي. هتوقف الله مرة واحدة وحياتك هتتغير. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير كتير، وتتابعوا القناة على اليوتيوب، عشان بنقدم كل جديد. بالنسبة للناس اللي عندهم اي مشاكل من اي وصفات تانية، خشي جربي كذا وصفة اللي تجيب معاكي نتيجة كملي عليها. دي تمشي على 4 أسابيع وتتوقفي اسبوعين وتكملي. دي تمشي على 4 أسابيع وتتوقفي اسبوعين وتكملي.